الدافع الرئيسي ان انا اتفرج على فيلم ريس فور جلوري اودي فيرسس لانشيا. اولا في تحس ان في ماسوره افلام وسباقات عربيات ضربت كده في الفتره الاخيره، او انا حاسس ان انا اتكلمت في فيديوهات كتيره على الافلام اللي بتتناول سباقات العربيات، لكن محافظ ان انا اتكلم على الفيلم ده تحديدا. كان الكاست الموجود ريكاردو سكاماريسيو ودانيال برول، وعلى قد ما كان ده شيء محفز ليا، بس كانت الصدمه برضه هي في النقطه دي، مش عشان سوء التمثيل او ان التشخيص ما كانش على المستوى الملائم يعني. لكن الفكره ان الفيلم المأخوذ عن احداث واقعيه حدثت بالفعل في فتره الثمانينات، تم تقديمه بصوره معينه بتخدم وجهه نظر معينه. الفكره فين بقى؟ في الفيديو اللي انا هقوله لك دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. فيديو جديد من فخر فيلم عن فيلم ريس فور جلوري أودي فيرسس لانشيا. من النقط اللي أثارت سعادتي بصراحة بالفيلم ده إن في الإيطالية بيقولوا كلمة أولا لانشيا، النقطة اللي إحنا بنطق بيها وبيقولوها لانشا، واودي بيقولوها اودي. دي انا كنت زمان فاكر ان ده النطق، في حين النطق الالماني الصحيح بتاعها المفروض ان هو اودي، فانت عشان تعرف نفسك فاهم لازم تنطقها اودي. بس الطلاينه صحيح على البحر المتوسط طلعوا زينا برضو في مصر بيقولوها اودي عادي يعني، والدنيا مش غلط. الفكره كلها بتدور على الصراع المستميت واللي كان عنيف جدا في سباقات رالي السيارات اللي كانت موجوده في ساحات مختلفه في اوروبا، وكانت بتتسادى في فتره الثمانينات تحديدا من اول احداث الفيلم اللي هنا بنتكلم عن 1983. كانت بتتسادى الشركه الالمانيه اودي بطريقه ان هي كانت اكتشفت المحرك رباعي الدفع اللي كان يعتبر نقله كبيره جدا في عالم السيارات، ومدي دفعه قويه جدا لسيارات السباقات اللي كانت موجوده. في المقابل ان لانشا اللي كانت تعتبر في الوقت ده فخر الصناعه الايطاليه، واللي كانت دايما بتحرص على المشاركه في الراليات، كان موقفها ضعيف جدا لانها بدات تخسر عدد كبير جدا من السباقات الفتره الاخيره رغم حيازتها لعدد جيد من السائقين. ولكن نوعيه السيارات اللي كانت موجوده نفسها ما كانتش على مستوى الجوده، لانها كانت محركات ثنائيه، وده كان خلق صعوبه شديده ان هو تقدر تنافس، لدرجه ان هو بدا الضغط على بطل الفيلم نفسه اللي كان قائد القطاع الفني او الفرقه المشاركه في الراليات، ان هو ربما يتم الغاء مشاركه لانشا بعد فتره من الفترات، نظرا لان ما عادش في عائد، لا عائد ترويجي ولا تسويقي ولا حتى مردود من الجوائز اللي المفروض يحصلوا عليها ولم يعودوا يحصلوا عليها، نظرا لطغيان الماكينه الالمانيه الجباره في الفتره دي. ودي كانت المحاوله المستميته لسيزاري فيوريو، الشخصيه الحقيقيه اللي كانت موجوده في الفتره دي، ان هو يحاول يسجل للانشا بصمه قويه في سباقات راليات السيارات. وده الاحداث اللي بتتناولها احداث الفيلم من خلال محاولته تحسين تركيبه السيارات اللي كان بيشارك فيها وتطوير التصميم بتاعها بحيث انها تبقى ملائمه اكثر، رغم الفرق التقني الكبير بينهم وبين الالمان اللي استطاعوا ان هم يحصلوا على قوه محرك عاليه جدا بتساهم في الفوز بسهوله بالسباقات دي، في حين ان المحركات الايطاليه اللي كانت موجوده الفتره دي ما كانتش على نفس مستوى الكفاءه في هذه السباقات. وكان الوضع صعب لان الالمان كانوا بيحظوا بدعم كبير جدا، في حين ان لانشا نفسها بدات تعيد صياغه القسم ده وربما تؤدي الى الغائه رغم محاولات الدعم من الشركات الايطاليه، نظرا لان هم اعتبروا الموضوع لحد ما مباراه وطنيه ما بين الفريق الايطالي والفريق الالماني، او ايطاليا ضد المانيا. فازاي هيقدروا يستطيعوا ان هم في خلال سلسله من السباقات اللي كانت موجوده في سنه 1984 وعدد من السنوات الموجوده في الثمانينات ان هم يسدوا الى حد ما مع اودي؟ وده اللي بيظهر من خلاله محاولته المستميته ان هو يستعين بعدد معين من السائقين اللي بيحوزوا على ثقه عاليه وكفاءه عاليه جدا، ولكن احدهما اللي كان يعتبر من اجمل الادوار اللي كانت موجوده في الفيلم فعلا، القائد الايطالي اللي كان مزاجي جدا، كان بيختار عدد معين من السباقات اللي بيشارك فيها وسباقات اخرى يرفض المشاركه فيها. ازاي بيقدر من خلال تكوين الصيغه دي ما بين تركيبه جيده تحمل عدد من السائقين على جوده عاليه مقابل سيارات متوسطه المستوى قصاد قوه صارمه وفريق كامل متكامل من الدعم بقى الفني، من الصياغه الميكانيكيه، من الالات القويه. ازاي هو يقدر كده بشيء برضه فيه من بعض اللمحات اللي هي الصياعه الايطاليه يعني، ان هو في سباق من السباقات قدر ان هو يكسبه نظرا لتلاعبه او لاستغلاله ثغره موجوده في القوانين ولوائح السباقات نفسها. فدي كانت احد المواجهات الجيده. فهل هيستطيع فعلا ان هو ينجح في تحقيق نوع من التفوق الايطالي في مواجهه هذه الحرب الشرسه في حرب سباقات السيارات ولا لا؟ ده الشيء اللي انت بتشوفه، وهي قصه حقيقيه حصلت عن طريق اشخاص حقيقيين، وبتشوف في الاخر المصير بتاع الابطال الموجودين دول
والصور الحقيقيه اللي موجوده في اخر الفيلم. الفيلم على مستوى السباقات فهو يعتبر جيد الى حد ما، السباقات اللي موجوده فيه كانت متصوره باسلوب جيد جدا. لكن الحده الدراميه كانت بتختلف وبتتراوح على مدار الفيلم. انت بتلاقي ان في مواقف محتده جدا، ازاي ان هو يقدر يجمع التيم اللي يقدر ان هو يدخل بيه السباقات دي، وازاي ان فكره التنافس بينه وبين الفريق الالماني كانت قويه. ولكن معظم التركيز على روايه الفيلم هنا، ودي مش عايز اقول احد نقاط الضعف في الفيلم، ولكن نزلت مستوى الفيلم شويه وانت بتتفرج. الروايه كلها بتروى من الجانب الايطالي، في حين ان الجانب الالماني هو الجانب مش عايز اقول المعادي ولكن هو الخصم. فما بيتمش ابراز اي ملامح انسانيه، يمكن غير في لمحه واحده في حفله من الحفلات كده، لكن ما كانتش بصوره وافيه وما اضافتش كتير في الدراما. الاداء النسائي اللي كان في الفيلم انا اعتقد ان هو كان مقحم الى حد ما اثرش على احداث الفيلم، رغم ان هو كان المفروض دي كانت محاوله من قائد الفريق الايطالي اللي هو فيوريو ان هو يستعين بخبير التغذيه بحيث انها تضع نظام غذائي كامل متكامل للسائقين والطاقم الموجود، بحيث ان هو يقاوم الضغوط الشاقه اللي بيواجهها السائقين اثناء السباقات العنيفه اللي بيخوضوها. لكن بطلنا الاساسي هنا هو ريكاردو كاماريسيو. لو انت كنت تابعت طبعا جون ويك الجزء الثاني فانت هتبقى عارفه. كذلك برضو لو كنت شفت احدث افلام هيركول بيارو هانتنج ان فينيس فبرضو انت كنت هتلاحظ ان هو كان بيمثل دور مساعد هنا. اداؤه هنا كان يعتبر جيد الى حد كبير، خصوصا في بيان فكره الصراع النفسي او الصراع الانساني القائم على انك طالع من خلفيه صعبه شويه، مش خلفيه ماديه كشخصيه ولكن كشركه وضعها المادي ما هوش في قوه ان هو يقاوم الطوفان الالماني اللي كان موجود في الفتره دي. ازاي ان هو انت بتقدر بامكانيات محدوده في مقابل الامكانيات الكبيره اللي قدامك انك تحاول تحقق نوع من التفوق او انك تكسب عدد من السباقات. كان عاملها باسلوب جيد جدا، ورغم الظروف الصعبه اللي هو فيها قدر ان هو يحقق نتيجه تعتبر جيده الى حد كبير، ربما اثرت حتى على المسار المهني بتاعه فيما بعد زي ما بيظهر في اخر احداث الفيلم. اداؤه الشخصيه هنا كان جيد الى حد كبير. لكن الصدمه اللي كانت موجوده بالنسبه لي هي في الدور او الشخصيه اللي كان بيمثلها دانيال برول، ودي هي دي النقطه الاساسيه اللي انا كنت داخل اتفرج على الفيلم عليها. دانيال برول من الشخصيات المشهوره لو انت بتتابع عالم مارفل، وهو ظهر في احد اعداء او خصوم كابتن امريكا في دور كابتن زيمو. ولكن احد اقوى واروع الادوار اللي انا شفتها له في واحد من احسن واجمل افلام سباقات السيارات تحديدا كان فيلم رش في مواجهه كريس هيمسورث سنه 2013 من اخراج رون هاورد. انا لسه فاكر الفيلم ده من روعته لحد النهارده سنه 2013. فالاداء اللي كان مأديه في الفيلم ده كان بيديني ايحاء قوي ان انا اشوف مباراه قويه وصراع قوي. ولكن في الحقيقه على مستوى الفيلم فهو شخصيته ما كانش متاح ليها مساحه كبيره خالص غير في دور الخصم اللي هو مش عايز اقول العنيف ولكن عنيف او حاد الطباع في مواجهه صديقنا الايطالي اللي بتروى الروايه من وجهه نظره. فهو هنا اعتقد كتابه السيناريو والقصه حتمت او ان هي فضلت انها تخش في اتجاه روايه واحده، واعتقد ان هم لو كانوا اتاحوا مساحه اكبر للدور فهو عنده امكانيات تمثيليه شديده الروعه ان هو يقدر يعمل اي حاجه. ولكن قصه الفيلم كانت عايزه تحكي قصه صراع ايطالي الماني ينتصر فيه الطليان في الفتره دي. انا مش عايز اقول لك ان انا بحرق لك احداث الفيلم، لكن الاحداث دي حقيقيه. لو انت قريت عنها او شفتها فانت تعرف الاحداث دي حصلت ازاي. طريقه تجسيدها على الشاشه كانت جيده الى حد ما. الفيلم من الافلام اللي انا لم اشعر فيه بالملل حقيقه، وكنت اعتقد ان هو كان هيبقى افضل من كده لو كان اهتموا ببعض فكره الصراعات الشخصيه اللي كانت موجوده، او ان انت بتحاول انك تبين الخصم بتاعك مش العدو، الخصم اللي موجود قدامك بصوره اكثر تفصيلا او ايضاحا. ولكن الفيلم هو مخرج ايطالي وعدد كبير من المشاركين فيه هو ممثلين ايطاليين، فهم اختاروا ان هم يحكوها بالطريقه دي. الفيلم عامه بيحكي قصه مثيره جدا لو انت عايز تشوف فكره سباق السيارات او الراليات. لو انت مهتم فيها وحتى لو لم تكن مهتم بيها فالقصه حتما هتجذب انتباهك عشان تشوف العالم ده ازاي بيمثل ليهم احيانا شيء من الضغط على النزعه الوطنيه، مش مجرد ان انا منتصر كشركتي، ولكن احيانا بيمثل ليك نوع من الانتصار النفسي او الانتصار المعنوي على خصم ليك. الفيلم ده من الافلام الجيده، ربما ليس من افضل افلام السيارات اللي انا شفتها، ولكن اتاح لي فرصه جديده ان اتعرف على فكره السباقات الراليات اللي كانت موجوده داخل اوروبا نفسها والساحات المختلفه من بلاد مختلفه. فاعتقد انه ممكن يثير اهتمام البعض، خصوصا ان البطل لا تعوز الكاريزما اطلاقا، جيد جدا على مستوى الشاشه. وفي الاخر لو انتم قررتوا تتفرجوا عليه فتمنياتي لكم بمشاهده ممتعه، واشوفكم فيديو تاني قريب ان شاء الله. سلام.